1 2 3 انا خالد ابو شادي. ان شاء الله توفيق. والاضاءه معلش توطي هنا شويه عشان البرزنتيشن. اتفضل خالد. حد يزعلك؟ قول لي شاور لي تصفر. لا تمام شكرا. بس تمام اثبت على كده بقى. قبل ما اطلع هنا كنت بفكر ايه انسب برزنتيشن او ايه انسب بدايه ممكن ابدا بيها يعني، خصوصا بعد البرزنتيشنز العظيمه اللي حصلت من شويه، فحسيت ان انا متردد شويه عدد كبير جدا. فكرت اعمل حاجه مختلفه. معظم الناس اللي هنا اتكلمت عن قصص نجاحهم وهم كبار. انا قررت اتكلم عن قصص نجاحي وانا صغير. انا كنت طفل غبي شويه. كنت دايما في سؤال كده اللي احنا دايما بنساله كاطفال، انا جيت هنا ازاي؟ انا والدي قاعد معاكم على فكره يا جماعه، انا مش شايف بابا. وانا صغير كنت بسال انا جيت هنا ازاي، بس هو عمره ما جاوب عليا، مش عارف ليه. فانا عايز اعرف هل انتوا زيي ولا في حد يعني انتوا عارفين انتوا جيتوا ازاي؟ ممكن ترفعوا ايديكم بس. مين عارف هو جه ازاي؟ انت ما قلتليش على فكره. في البيت؟ تمام. بس دايما بسال السؤال ده واكتشفت ان انا فعلا كنت غبي، بس مش عشان سالت السؤال ده. عشان ما سالت السؤال انا جيت هنا ليه؟ كام واحد قاعد هنا عارف اجابه السؤال ده؟ انا جيت هنا ليه؟ لا مش انا كخالد جيت ليه يعني، انتوا كل واحد ليه؟ جيت دنيا ليه؟ اكتشفت ان انا كنت عايز ابقى مختلف بس ما كنتش عارف ازاي. ف سالت حد يعني ازاي ابقى مختلف، قال لي بص يا خالد عشان تبقى مختلف لازم تكون مشهور ولازم تكون حد عنده موهبه. فسالته ممكن اكون ايه؟ يعني فقال لي ما تغني. فانا طويل يعني، انا طويل جدا على المايك. ففكرت في فكره ثانيه، قال لي العب كوره. بس انا بنضاره، ومش عشان مش هشوف قد ما هو عشان النضاره هتتكسر بس مش اكتر يعني. فالاقتراح ده ما نفعش، فانا قررت لا بجد انا لو منك كمل. انا لو منك قررت ابقى مع ليلى مراد. بس لقيتها قديمه شويه عليا. فانا لقيت ان انا مش بعرف امثل ومش بعرف اغني ومش بعرف العب كوره. انا بلا هدف، مش عمري ما هبقى مشهور ولا عمري هبقى معروف ولا عمري هبقى موهوب. بس انا كنت عايز ابقى مختلف. ففكرت في حاجه كانت جديده شويه وقتها. قلت ان انا لازم اكون اجيب 99% في ثانويه عامه، كانت جديده جدا، وادخل هندسه، وعشان يعني احقق حلم العيله كلها تقريبا، مش فاهم ليه. ادخل هندسه واشتغل في شركه ب 5000 جنيه في الشهر واتجوز البنت اللي انا بحبها. حققت اول حلم وجبت 99% في ثانويه عامه. ودخلت هندسه. كان فاضل ان انا اشتغل شغلانه ب 5000 جنيه واتجوز البنت اللي انا بحبها. بعد اول سنه في هندسه انا ابتديت اتعرف شويه على مجال اسمه مجال رياده الاعمال، اكيد انتوا كلكم عارفينه. البيزنس كنت لسه بدور بقى على انا بحب ايه يعني. انا بعد ما عرفت ان انا مش هينفع ابقى مع ليلى مراد، قررت ان انا افكر انا بحب ايه. فلقيت نفسي داخل في حاجات زي الماركتنج وعمال اقرا عنها كتير، ومبسوط جدا جدا بالماركتنج، وانا خلاص يا جماعه قررت ابقى ماركتير. وابتديت فعلا في مسابقه ادخل فيها عشان نعمل مشروع لنفسنا وكده. وكان المشروع ده المفروض ان هو هيكون اول مشروع ريادي في طنطا. كانت مجله شبابيه اسمها مجله 20، هتكلم عنها بعدين. فانا لقيت نفسي مش مهندس، انا مش هينفع ابقى مهندس. فرحت بكل جرأة جدا، مش عارف انا خايف. قلت بابا انا مش عايز ابقى مهندس، انا عايز احول كليه تجاره وانا في تاني سنه، بعد تاني سنه في هندسه. تمام؟ يعني انا كنت اعدادي هندسه واولى مدني، وقررت ان انا احول تجاره. بابا لو كان يعرف كده على فكره ما كانش
كانش عامل اللي عمله. بابا جات له مشكله في القلب ودخل عنايه مركزه 3 ايام بسبب بس ان انا قلت له انا لسه ما حولتش، انا عايز احول يعني انا عايز بس احول تجاره. ولما طلع قلت بقى استقبله بحفاوه يعني، فقلت له خلاص يا بابا انا رايح احول ان شاء الله بكره. قال لي كلمه انا عمري ما هنساها يعني، كانت مؤثره جدا فيا. بابا انا علاقتي بيك كويسه جدا وصحاب جدا، فقال لي انت خيبت املي، وكانت جمله قاسيه جدا. بس الحقيقه ده ما ضايقنيش قوي قد ما ضايقني ان انا مش هبقى مهندس ومش هقبض 5000 جنيه ومش هتجوز البنت اللي انا بحبها. انا كنت محول يوم 3 وكان اخر باب للتحويل كان يوم خميس. رحت اداره الجامعه عشان اسال ايه هي اجراءات التحويل وكده، قعدت 7 ساعات منهم 4 بشرح للناس انا ليه هحول. حرفيا وانا في اداره الجامعه بسال انا لو سمحت عايز اعرف ايه اجراءات التحويل، بيقول لي ان شاء الله في ورقه اللي انت مش هتلاقيها عند الموظف اللي ان شاء الله هيكون جاي. وانت يا ابني انت قايل لاهلك قبل ما تيجي ولا انت جاي ليه يعني؟ قعدت 7 ساعات بتنقل ما بين الكليتين عشان احول الورق لان الموضوع هيخلص، فلدرجه ان انا ما ينفعش الموضوع يمشي غير لما قلت للست بتاعت شؤون الطلبه ثواني. انا ما كنتش عايز اقول لحضرتك كده والله، بس انا والدي متوفي وانا اللي بصرف على اخواتي. يعني انا اسف حاجه بس لكي لا يساء الفهم، نفس الشخص اللي قال لي انت خيبت املي هو نفس الشخص اللي من اسبوع كان اكتر عدد شيرات على الصوره بتاعتي عشان يقول للناس روحوا اتفرجوا على قصه نجاح خالد ابو شادي، فانا بشكره جدا جدا. اول خطوه في تدويري على حلمي كانت مجله 20. كانت انا من طنطا على فكره، وطنطا عارفين اللي هو يعني فكره ان طنطا بقى والاقليم وان احنا بعيد عن المركزيه بتاعت القاهره والكلام ده كله، فقررت ان انا اعمل مجله عشان اشجع الناس على القرايه. وكانت مجله مطبوعه وبتتباع ب5 جنيه. ومش معايا فلوس وانا مش بفهم حاجه في الميديا ومش بفهم حاجه في الطباعه ولا الفوتوشوب. انا كنت داخل بالمجهود. لا بجد والله كنت داخل بالمجهود. كنا كل يوم بننزل نلف تقريبا على كل المحلات وعلى كل السبونسرز عشان يدخلوا معانا ويمولوا المجله، وبعد شهور جدا طلعنا اول عدد من المجله. ومن المفارقات الغريبه ان هو كان بعد 9 شهور انا كنت حامل فيه. والله العظيم يعني بعد 9 شهور من الشغل. فدي بعض صور من وانا بمضي عقد يعني كنت عامل فيها. ودي كنت في محاضره في كليه تجاره بدي للطلبه محاضره عن ازاي تعمل رياده اعمال، ودي كانت اول مره اتسمع فيها من حد من غير ليلى مراد. كان برنامج في التلفزيون واستضافنا برضه عشان اتكلم عن تجربه المجله. بالمناسبه المجله توقفت بعد 3 شهور لاسباب ماليه، لان ما كانش في حد في طنطا بيقرا، او جايز احنا كان عندنا مشكله. لا انا والله قلت انا جايز عندنا مشكله، احنا اللي كان عندنا. انا اسف. حضرتك قريتي مجله كروتي؟ في واحد قراها هنا. انا عايز اتصور معاه سيلفي بعد ما اخلص. تاني مرحله في حياتي كانت تيدكس طنطا. كنت طالع فيها كسبيكر، اصغر رائد اعمال في طنطا. كنت عندي 18 سنه، اصغر حد يعمل مشروع في طنطا. ثالث مرحله انا لسه مع التسويق ولسه مقرر ان موهبتي هي التسويق. مسكت وظيفه مدير تسويق جمعيه رساله فرع طنطا، وكنت اصغر موظف دخل في تاريخ الجمعيه من ساعه ما انشأت. يؤسفني ان انا اقول لكم ان انا مش موهوب في التسويق. انا ما بعرفش اشتغل تسويق. فانا قررت ان انا احول الاتش ار. انا بحب الاتش ار جدا. ده صورة الكارنيه يا جماعه عشان لو حد بيدور او حاجه، صورة الكارنيه بتاع رسالة. رحت اتدربت اتش ار في شركه خطيب وعالمي، وبعد خلاص وقلت دي في القاهره على فكره، وقلت خلاص انا هبقى اتش ار. ولقيت ان لا مش هينفع ابقى اتش ار. انا اسف على يعني انا اتقدمت ورجعت تاني، بس انا مش هينفع ابقى اتش ار. اشتغلت خدمه عملاء لان انا يعني بيقال ان انا بشوش وبتكلم مع الناس كويس وكده، فيلا اشتغل خدمه عملاء. انا يا جماعه هبقى خدمه عملاء في شركه اكسون طنطا.
اشتغلت فتره بس برضه للاسف اكتشفت ان انا مش هبقى خدمه عملاء كويس. في فرق كبير جدا جدا بين ان انت تعرف تأدي او انك تعرف تشتغل وانك تتميز في شغلك. مش معنى ان انا سبت مجالات معينه ان انا مش بعرف اعملها، بس انا كان نفسي اعملها كويس جدا عشان اكون مختلف تاني من غير ليلى مراد. اوكرانيا. ايوه بقى. سافرت اوكرانيا. يوكراينو. كنت مسافر اوكرانيا طبعا مستوى اسمها ايزك لو حد يسمع عنها. كنت رايح بتكلم مع طلبه ثانوي هناك، مرحله اعدادي وثانوي، يعني ازاي تبني الكارير بتاعك وازاي تعرف موهبتك اللي انا كنت عايز اعرفها ولحد دلوقتي لسه ما عرفتهاش. دي بعض صور كده. ايوه اوكرانيا بقى وكده. رفع علم مصر وبتاع. لا ده كنت بتغدى عادي. تمام. قبل نكبر ابنك اوكرانيا كان استوقفني فيها موقف، انا اسف جدا لو هقوله. انا لو طولت حد زهق؟ لا. تمام. في ناس هتضربني هنا وفي ناس هتضربني، استحاله. هيبقى صعب شويه والله. طيب هحاول اسرع التيمبو شويه عشان ما حدش يزهق. وانا في اوكرانيا كان اول مره ادخل فيها الفصل بتاع الطلبه، كان فيهم دايما الشله اللي هي العصابه اللي بتبقى موجوده في كل فصل، فكان في رئيس العصابه دي. كنت بتكلم بقى عن ازاي تغير العالم وانك المفروض تهتم بالعالم اللي حواليك وما تهتمش بس بنفسك وي. فطلع قال لي وانا المفروض اعمل كده ليه؟ انا مش مقتنع باللي انت بتقوله. قعدنا نتجادل تقريبا نص ساعه وقال لي انا مش مقتنع. قلت له خلاص خليك معايا لحد الاخر خالص. اخر سيشن لو لقيت نفسك مش مقتنع لسه باللي انا بقوله انا هعتذر لك قدام الفصل كله. في اخر سيشن وقبل ما امشي انا كنت داخل لهم وقايل لهم ان السيشن دي فري مش هعمل فيها حاجه. قالوا لي اقعد على البنش. اول ما دخلت قالوا لي اقعد على البنش مكاننا، وطلع واحد منهم يقول كل جمله انا قلتها من اول ما دخلت السيشنز. وطلع الولد ده قال انا كمان 20 سنه هكون دبلوماسي في اوكرانيا، ولو في اول سبيتش ليا هقول ان كان في شاب من مصر اسمه خالد ابو شادي جه علمني ازاي افيد العالم من حواليا. من اهم المراحل اللي في حياتي بعد كده انا كان عندي مشكله مع التربيه. لا مش ان انا مش متربي، يعني كان عندي مشكله مع طريقه التربيه بتاعت الاهالي. فكنت متضايق جدا وبيجي لي شكاوي كتير جدا من الموضوع دوت، فانا عايز احل القصه دي. ولسه متفقين ان انا ما بعرفش امثل، فانا قررت اعمل مسلسل عن التربيه حقيقي. وفكرنا ان احنا نعمل مسلسل وانا ما بعرفش امثل وما بعرفش امنتج وما بعرفش اعمل اي حاجه ليها علاقه بالميديا، ما بعرفش امثل. جبت ممثلين ما بعرفش امنتج، جبت ناس تمنتج مقتنعين بالفكره، ودخلنا بيها مسابقه اسمها مسابقه زيزينيا على مستوى مصر، وكنا الفريق الوحيد اللي مقدم من طنطا. ودي صوره من اول حلقه اللي اتعرضت في المسابقه، وخدنا مركز اول ودي كانت صدمه. وطلعنا على قناه مصريه واحنا كنا يعني بلا امكانيات تقريبا. انا مصور في صاله بيتي. كان في حد بيتكلم عن الانتريه من شويه، ده الانتريه بتاع معلش يعني فرق الانتريه. فده في صاله بيتي. دي كوت انا كتبتها وانا في اوكرانيا، كنت عامل البوم اسمه Lessons from Ukraine. People will not listen to you until you have something they need. لما جاوبت على السؤال التاني بتاع انا جيت ليه، انا كنت بفكر ازاي الناس تسمعني او ليه ممكن يكون الناس تسمعني. وانا في اوكرانيا اكتشفت ان عمر ما حد هيسمعك غير لما تكون انت عندك حاجه او مهاره او معلومه هم محتاجينها منك. ومن هنا اكتشفت ان كل اللي فات ده لا يصلح ان هو يكون قصه نجاح. اللي يصلح ان هو يكون قصه نجاح هو مش بس انك تعرف انت بتعرف تعمل ايه او بتحب ايه. انت مش قصه النجاح انك تعمل انجاز معين قد ما انت تعمل الانجاز اللي العالم مستنيه منك. انك تربط الموهبه بتاعتك بحل مشكله. دي نظريتي اللي انا اخترعتها. فلان بتاع نقط. في الايثيانز هنا يا جماعه مين؟ لو سمحتوا ارفعوا ايديكم. كام واحد فيكم قبل كده اتقال له ان انت محمد بتاع ايوز صح؟ او ابراهيم بتاع ايوز او حاجات طارت ولا كأن حاجه حصلت ولا كأن حاجه حصلت. تمام؟ انا كان بيتقال لي في فتره من الفترات انت خالد بتاع 20. اتشهرت في طنطا ان انا خالد بتاع 20 واكيد في محمد بتاع ايوز. ولو عملنا احصائيه في الشارع مارك زوكربيرج مين محدش هيعرف، لكن هيعرفوا لما يتقال مارك بتاع انا مش سامع على فكره بتاع الفيسبوك. ايه اللي العالم مستنيه منك وايه العالم مستني يشوفه منك عشان تتعرف بيه انت فلان بتاع ايه. فانا افتكرت نظريه لطيفه جدا، دور على مشاكل وحلها. كل واحد فينا اكيد متضايق من حاجه، متضايق من وضع غلط، شايف ان هو محتاج يتصلح.
لو عرف موهبته ووظفها في ان هو ازاي يحل المشكله دي، اعتقد العالم كله هيتغير، حتى لو العالم دوت هو اسرته. ممكن اديلكم مثال بس عليا. انا فكرت ان انا خلقت او انا جيت عشان احل الثلاث مشاكل دول. مشكله البطاله احلها عن طريق مشروع او مهارتي في الاداره والتريننج وكده. التربيه عن طريق برنامج عندي امل ان انا احلها. الدعم النفسي انا بعمل زي جلسات استماع للناس. فدي قصتي. فاضل بس حاجات هنوه عليها كده سريعا، والله انا اسف ان انا خدت وقت اكتر من وقتي. في شخصيتين هم يعتبروا ملهمين ليا جدا لو حد عايز يكتب اساميهم. سام شيلدرز، وده بمناسبه استاذ محمد اللي كان في افريقيا، انا مش شايفه كويس بس يعني يا رب يكون سامعني. سام شيلدرز ده من الناس اللي كرست حياتها وكرست مجهودها في ان هي تخدم الاطفال الفقيره اللي هي بلا مأوى في مجاهل افريقيا وفي جنوب السودان حيث المتمردين والاسلحه وكده. ممكن تقروا عنهم. الشخص الثاني هو محمد يونس، الحاصل على جائزه نوبل للسلام سنه 2006 عن بنك اسمه بنك جرامين. ده اول بنك للفقراء للستات الفقيره في العالم. الشخصيتين دول اثروا في حياتي جدا وطبقوا النظريه اللي انا كنت لسه قايلها، دور على مشكله وحلها. الصور اللي فاتت كانت فوتوشوب عشان هي استحاله تحصل. عشان انا مستحيل اكون بمثل مع ليلى مراد او اغني او العب كوره او امضي مانشستر. لكن الصور اللي جايه هي صور حقيقيه. دي صورتي على مجله التايمز عدد 2033. كواحد من اكثر 100 شخصيه مؤثره في العالم سنه 2033. توقعات ماشي. ودي صورتي وانا باخد جائزه نوبل للسلام عن المشروع بتاعي اللي هلف بيه في بلاد افريقيا كلها برضه سنه 2033. دلوقتي لو سالت الناس اللي كانت رافعه ايديها في الاول خالص كام واحد هنا عارف انا جيت ليه، او هيفكر في السؤال بتاع انا جيت ليه بدل ما يقول انا جيت ازاي، ممكن ترفعوا ايديكم؟ انا مش شايف بس حاسس ان العدد كتر. اخر حاجه هقولها، مفيش حد بينجح لوحده. ممكن يبتدي لوحده اكيد، وغالبا بيبتدي لوحده لان الناس كلها بتبقى ضده، بس مفيش حد بينجح لوحده. فانا عايز اشكر اسرتي وعايز اشكر شريكتي ايه اللي قاعده في وسطي، شريكتي في كل حاجه. اخر حاجه هقولها خالص، انا من اسبوع بالظبط جدتي توفت، وانا عارف ان هو في 3 حاجات اللي عمل البني ادم ما بينقطعش منهم، بس انا مش هقدر اعمل صدقه جاريه ولا هقدر اكون الولد الصالح، بس عندي امل ان انا اقدم علم ينتفع به. فلكل واحد هنا طلع مني بمعلومه واحده هستخدمه ان هو يدعي لها بعد ما نخلص السيشن. شكرا لكم جدا.